عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. جاي لكم النهارده فيديو جديد هنجرب مع بعض وصفات اندومي. شفت وصفات اندومي على التيك توك فقلت ان انا اجربها معاكم ونشوف هل تستاهل التجربه ولا لا، وهنقيمها مع بعض. ولو عجبكم اي وصفه من اللي احنا هنعملها النهارده في الفيديو اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ولو عايزين نجرب اي وصفه اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هنجربها مع بعض الفيديوهات الجايه. ومش هقول لكم هنعمل في الفيديو ده كام وصفه علشان اشوفكم مركزين معايا ولا لا، وانتوا اللي هتكتبوا لي في الكومنتات عملنا النهارده كام وصفه في الفيديو. فتعالوا نشوف مع بعض الوصفات دي بتتعمل ازاي وايه المكونات بتاعتها. اول وصفه للاندومي هنستخدم فيها كيس اندومي اي نوع انتوا بتحبوه، وكمان كريمه طهي، وكمان جبنه كريمي من كيري او اي نوع جبنه كريمي انتوا بتحبوه، وكمان جبنه شيدر اللي هي المربعات اللي هي بتاعت البرجر. تمام، فتعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي مع بعض. هنجيب صديقنا الصدوق البوتاجاز بتاعنا الصغنطوط ده. اول حاجه كده هنجيب الطاسه بتاعتنا القمر دي اهي، هنسيبها تسخن بقى شويه كده، وهفتح بقى كده قطعتين من الجبنه. اول قطعه اهي، وادي تاني قطعه، وبعد كده هنفتح بقى الجبنه الكريمي اهي. طبعا انا عامله كميات صغنططه علشان انا عامله كيس واحد اندومي، لو هتعملوا اكتر طبعا هتكتروا الكميه. هاجي احط بقى كده معلقه كده حلوه اهي، 2، وبعد كده هبدا انزل بالكريمه. بصوا شويه كريمه كده، هنبدا بقى كده نقلب الجبنه عشان تسيح اهي. هنبدا نفتح بقى كيس الاندومي، وهنزل بقى كده بالاندومي اهو، وهنحط كمان البهارات بتاعته، وهبدا انزل بشويه ميه كده صغنطاطين، وهسيب بقى الاندومي يستوي، وهرجع لكم تاني بعد ما يستوي علشان ندوقه مع بعض ونقيمه. استنوني ما تروحوش في حته. بصوا الاندومي اهو بدا يفك كده اهو، الريحه خطيره خطيره. بصوا ان شاء الله ما حد حوش. يلا نحط كمان قطعه جبنه. هو كده خلاص الاندومي استوى وشرب كل الكريمه والجبنه كلها، خلاص هي ساحت فيه. فيلا نحط بقى كده قطعه تاني بقى كده على الوش. يلا ان شاء الله ما حد حوش، مش خساره فيكم. شايفين؟ نسيبها بقى كده تسيح، بس نشيلها بقى كده من على البوتاجاز وتعالوا ندوقها مع بعض. خطيره خطيره خطيره، وريحه الجبنه تحفه. عسل عسل عسل، ان شاء الله طعمها هيطلع خطير. يلا بقى كده ندوق مع بعض. بصوا انا عايزاكم تشوفوا الجمال. يلا نسمي الله كده وندوق. خيال، ده بجد جربوه. خطير 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 بمعنى الكلمه. طعمه تحفه تحفه تحفه، حلو قوي 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 قوي. ميكس الجبن مع الكريمه فظيع، 10/10. ما ندمتش بصراحه ان انا جربته، مش خساره فيه الجبنه الكتير اللي انا حطيتها. تاني وصفه هنعملها مع بعض، هنحتاج كيس اندومي، وكمان مقطعه هنا بصل اخضر وفلفل الوان اصفر واحمر، لو عندكم كمان اخضر حطوا، بس انا ما عنديش اخضر. تمام، وهنحتاج صلصه طماطم، وكمان صويا صوص، وكمان دبس رمان، وكمان كاتشب، وكمان شطه او هوت صوص. اول حاجه كده هنجيب الطاسه بتاعتنا، غيرنا الطاسه. يلا ما النهارده بقى ليله مواعين، بس برده مش خساره فيكم.
هنسيب الطاسه تسخن. اول ما الطاسه بقى كده هي خلاص سخنت، الميه بدات تنشف اللي فيها، هنزل بشويه زيت، شويه صغنطاطين كده. وبعد كده هنجيب الخضار بتاعنا اللي احنا مقطعينه اهو، تش 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 تش. تمام. هنبدا بقى كده نشوح فيهم. لا ده انا كده هولع وانا قاعده، هوطي النار شويه. تمام. خطيره خطيره. بحب ريحه البصل قوي، هي بتتشوح كده على النار مع اي خضار بقى او مع توم، تحفه. بس هي الوصفه ما فيهاش توم، فعشان كده ما رضيتش ان انا اجود من دماغي واحط توم بصراحه. بقى كده معلقه، اتنين، تلاته، يلا مش خساره، يلا. شايفين؟ هنبدا بقى ننزل هنا بالميه، حبتين ايه صغنطتين علشان الاندومي يستوي بقى فيها. هنحط ايه بقى كمان؟ بص، هنفتح بقى كيس الاندومي. ايه كل ده؟ 2 بهارات. انا اول مره اجيب بالطعم ده، ده بطعم الفراخ المتبله. بص حطينا بقى هنا كيس الاندومي. لا انا مش هحط الزيت ده، دي بقى شطه وبهارات ولا 2 بهارات؟ هنشوف. اه دي بهارات اهي، مش عارفه دي كمان ايه، هنشوفها مع بعض. دي كمان بهارات، بس متهيألي حاسه ان هي تبقى كتير، فكفايه واحده بس. ماشي اهو. هبدا بقى احط بقيه المكونات بتاعتنا. بص هحط اهي يعني حته صغنطوطه خالص من الكاتشب، وهحط كمان صويا صوص، معلقه صغنطوطه اهي، وهحط كمان دبس رمان. ناقص ايه؟ اه ناقص الهوت صوص. بصوا انتوا متخيلين ان الميكس ده ريحته عامله ازاي؟ خطير خطير خطير. حاسه ان هي محتاجه شويه ميه بصراحه، يعني الاندومي لسه ما استوتش، شويه صغنطاطين بس. بصوا هسيب بقى الاندومي كده تستوي وهرجع لكم بعد ما تخلص. الاندومي كده خلاص استوت، هبدا ان انا اشيلها بقى من على النار وندوقها مع بعض. شايفين الجمال؟ خطيره خطيره خطيره، كانكم بتاكلوا نودلز صيني. بصوا تحفه. ريحتها قلب البيت كله. شايفين؟ حلوه جدا، ده من قبل ما ادوقها بجد وهي ريحتها تحفه. يلا بقى كده نسمي الله وندوق. مش عايزه اقول لكم ان هي سخنه جدا جدا جدا، بس انا حاسه ان هي تطلع حلوه بصراحه، لان اي حاجه فيها صويا صوص ودبس الرمان انا بعشقهم بصراحه. بسم الله. خطيره قوي ومززه جدا، المزازه بتاعت دبس الرمان فيها تحفه، بجد هتعجبكم. بس الناس اللي هي مش بتحب المزازه بتاعت دبس الرمان ممكن ما تحبهاش، او ممكن تقللوا فيها دبس الرمان. انا حطيت شويه كتير عشان انا بحب دبس الرمان، فلا حلوه، حلوه قوي 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 قوي. بس انا
الجبنه بالنسبه لي يعني الوصفه اللي فاتت احلى شويه عشان انا بحب الجبنه قوي. تمام. فبصوا الوصفه دي تحفه، بس انا هديها 9/10، بس هي تحفه وهجربها تاني وهعملها. جربوها هتعجبكم جدا، مع الخضار بتاعها طعمه تحفه. تعالوا بقى مع بعض نجرب الوصفه الثالثه. تمام. هلم الهيصه دي كلها وهرجع لكم تاني. النهارده ليله مواعين، لا مواعين ماشي. جيت لكم تاني. تمام. عايزه اقول لكم ان مامتي لو صحت وشافت المواعين دي مش بعيد ترميني بره الشقه، ده بجد. عملت مواعين كتير جدا. بصوا بقى، تالت وصفه هنستخدم مع بعض اندومي، وكمان شيتوز حار، وكمان تشيلي صوص، وكمان سمسم. تعالوا بقى نشوف مع بعض. ليه بقول لكم كمان ان انا عملت مواعين تاني؟ بصوا، طاسه جديده ومعلقه، وهنشغل البوتاجاز بتاعنا. اول حاجه هفتح كيس التشيتوز اهو. طبعا مش هحط كله لان انا عامله كيس اندومي واحد، هو كتير اصلا كبير، فهحط شويه صغنطتين دول، واحط عليها الصوص تشيلي صوص اهو، اي نوع. طبعا انا كان عندي العلب دي صغنططه فقلت ان انا استخدمها معاكم في الوصفه. وبعد كده هبدا انزل بقى كده بالميه عشان الشيتوز يبدا ان هو يبوش بقى كده. فاللي مش بتحب بقى الحاجه تكون حار فما تتعبش نفسها وتجرب الوصفه، علشان هي هتبقى حراقه جدا. انا عايزه اقول لكم ان البخار اللي طالع ده ريحته حاميه جدا جدا جدا. هبدا بقى كده افتح كيس الاندومي اهو، وكمان هحط كيس البهارات. هسيب الاندومي ان هو يستوي، وبعد كده هرجع لكم علشان ندوقه مع بعض ونقيمه. ما تروحوش في حته، استنوني. يا اما تقوموا تعملوا لنفسكم كوبايه شاي او كوبايه قهوه او كوبايه نسكافيه. بقول لكم ايه، يلا ان شاء الله ما حد حوش الكيس كله، يلا. ان انا كده كده اصلا مش بحب ان انا اكله كده. الشيتوس ده انا جايباه بس عشان خاطر الوصفه، فيلا. اصل هيبوظ مش هاكله ماشي، فنحطه مع الاندومي ونشوف يمكن يكون طعمه حلو. يلا، مش خساره فيكم النهارده اي حاجه، هضحي النهارده. كده محتاج شويه ميه تاني صغنطاطين بقى. كده خلاص الاندومي استوى وبقى تحفه. اخر حاجه بقى نحطها السمسم. نفتح بقى كده الكيس وهنبدا كده نحط، بس لا مش هحط هنا، بصوا هحطه بعد ما ايه بحطه في الطبق احلى. شايفين شكله خطير خطير خطير، الريحه حاميه جدا جدا. هنجيب بقى الطبق بتاعنا الكيوت ده، ما بيطلعش غير للحبايب بس، فانتوا طبعا حبايب قلبي اهو. وهبدا انزل بالاندومي. تصدقوا الاندومي لون الطبق؟ طب والله انا جايباه كده، يعني ما حطيتش في دماغي ان هو يبقى نفس اللون. بصوا اهو. هبدا بقى ان انا احط اهو السمسم بقى كده من فوق، بس وانطتين كده. تصدقوا شكله حلو قوي 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 قوي. بصوا اقرب لكم الطبق، خطير خطير، شكله يفتح النفس من قبل ما تدوقه، حلو قوي. هنسمي الله بقى كده وندوق. بسم الله.
بصوا هو الطعم حلو وريحته تحفه، بس هو حراق جدا. انا الفتره دي ما بقتش احب اي حاجه تكون حراقه، فانا مش هجربه تاني بصراحه. فانا هديله 7 من 10، مش عشان حاجه، هو بس عشان ان هو حراق. فاللي بيحب الحاجه تكون حراقه يجربه، اللي ما بيحبش الحاجه الحراقه زي كده ما يجربوش، لانه مش هيحبه. بس كده، استنوني ان شاء الله فيديوهات تانية كتير، وهتوحشوني جدا. باي باي.